السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الإعدادي، النهارده ميعادنا مع الدرس الثاني جغرافيا تضاريس العالم. طبعا الدرس ده كبير جدا، برضه هنقسمه على جزئين. الجزء الأول هنتكلم عن تضاريس قارات العالم القديم اللي هم آسيا وأفريقيا وأوروبا، والجزء الثاني هنتكلم تضاريس العالم قارات العالم الجديد، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وأستراليا. معاك مستر محمد علاء، ويلا بينا نشوف الدرس الثاني بيتكلم عن إيه. بسم الله، يلا بينا بسم الله. قالك عندنا اول حاجه الدرس الثاني بيتكلم عن تضاريس العالم. طب يعني ايه مستر محمد كلمه تضاريس؟ كلمه تضاريس دي معناها قالك عندنا شكل الارض، يبقى كلمه تضاريس دي معناها شكل الارض، يبقى تضاريس دي معناها شكل الارض. طب يا عم ماشي، شكل الارض ده ان الارض كلها عموما قالك بتتكون من ايه؟ قالك بتتكون من 3 حاجات. او شكل الارض اللي احنا علماء الجغرافيا او علماء الجيولوجيا لما يحبوا يدرسوا شكل الارض قالك ان الارض ممكن تتكون من 3 حاجات. اول حاجه بكل بساطه كده الجبال. طب تاني حاجه الهضاب قالك، واخر حاجه السهول. يبقى تاني كده مع بعض، يبقى احنا لو بنتكلم عن تضاريس العالم قالك تضاريس دي معناها شكل الارض. طب شكل الارض ده لما احب ادرسه ممكن ينقسم الى الجبال والهضاب والسهول. طب يا عم ماشي، وتختلف الاقسام التضاريسيه من قاره للتانيه. طب يا عم تمام. تعالى بقى نشوف. قالك هنا اول قاره معانا قاره اسيا. قالك عندنا، ركز بقى معايا، قالك ان قاره اسيا دي اول معلومه ان هي من ايه؟ من ضمن قارات العالم القديم. لو احنا هنفتكر مع بعض، وخلي بالك هي اكبر قارات العالم، يبقى هي اكبر قارات العالم، اكبر قارات العالم. طب يا عم تمام. تعالى بقى نشوف التضاريس بتقول ايه. اول حاجه الجبال. عندنا جبال شرق القاره، جبال شرق القاره جبال اليابان. عندنا وسط القاره الهيمالايا، يبقى وسط القاره الهيمالايا. جبال الهيمالايا دي فيها اعلى قمه جبليه في العالم اللي هي قمه جبل ايفرست. طب يا عم ماشي، قال لك امتداده كام؟ 8.848. طوله كام؟ 8.848 اللي هم 8848. يبقى تاني، شرق القاره عندي جبال اليابان، وسط القاره عندي جبال الهيمالايا، ودي اعلى قمم جبال في العالم. طب اعلى قمه جبل ايفرست، طب ارتفاعه قد ايه؟ 8.848. طب انا عندي غرب القاره اللي هي جبال طوروس، طب دي موجوده في دوله تركيا. وعندي جبال زاجروس موجوده بين ايران والعراق. يبقى عندي غرب قاره اسيا جبال طوروس موجوده في تركيا، وجبال زاجروس موجوده فين؟ في ايران والعراق. قال لك طب تاني، قال لك عندنا لو هنتكلم عن الهضاب، قال لك الهضاب في وسط اسيا هضبه التبت، ودي اعلى برضو الهضاب، تعرف باسم سقف العالم. يبقى تاني، يبقى هم بيعرف بيها ان هي سقف الايه؟ العالم. طب ليه؟ قال لك بسبب ارتفاعها عن قمم الجبال المجاوره لها. يعني يقصد يقول لك ان هضبه التبت اللي موجوده في وسط القاره دي قال لك تعرف بسقف العالم عشان هي مرتفعه عن الجبال اللي حواليها. طب بس كده؟ قال لك لا، وعندي كمان هضبه الدكن. طب دي موجوده فين؟ قال لك دي موجوده في دوله الهند. يعني الهند يعني موجوده في جنوب القاره. طب يا عم عندي جنوب غرب اسيا هضبه شبه الجزيره العربيه. طب يا عم تمام. يبقى تعالى بقى نعرف الاماكن بتاعتها فين. يبقى اول معلومه كده مع بعض، تعالى نعرف الجبال. يبقى انا عندي جبال شرق القاره اللي هي جبال اليابان. طب يا عم ماشي، عندي جبال وسط القاره جبال الهيمالايا اللي فيها جبل ايفرست اللي هو اعلى قمه جبليه في العالم. مش بس كده، قال لك عندي جبال زاجروس وعندي جبال طوروس، واحنا اتفقنا ان جبال طوروس موجوده في دوله تركيا، وجبال زاجروس قال لك موجوده بين دولتين العراق وايران. العراق وايران. طب ممكن بس في تكه صغيره خلي بالك منها، انا عندي هنا جبال الاورال اللي بتفصل قاره اسيا عن قاره اوروبا. طب يا عم ده من حيث الجبال. يبقى شرق القاره جبال اليابان، غرب القاره ممكن جبال اورال اللي بتفصل بين اسيا واوروبا. هقول لك صح، ولكن عندي جبال زاجروس اللي بين العراق وايران، وعندي جبال طوروس اللي موجوده في دوله تركيا، ودي غرب الايه؟ القاره. طب تمام يا عم، تعالى نكمل. ايه تاني اللي احنا عايزين نكمله؟ تعالى نعرف الهضاب. يلا بينا. قال لك تعالى نعرف الهضاب. عندي هضاب وسط القاره، عندي هضاب وسط القاره اللي هي هضبه التبت، ودي اعلى. قال لك عندنا هضاب العالم.
خلي بالك اعلى هضاب العالم تعرف باسم سقف العالم. طب بما تفسر هو ليه بيقول عليها سقف العالم؟ عشان هي مرتفعه عن قمم الجبال المجاوره لها. وعندي كمان هضبه الدكن. طب دي موجوده في دوله الايه؟ الهند. يعني موجوده فين؟ في الجنوب بس كده. وعندي هضبه شبه الجزيره العربيه، دي جنوب غرب ايه؟ اسيا. يبقى عندي هضبه التبت، هضبه الدكن، وعندي هضبه قال لك شبه الجزيره العربيه. طب تعالى نعرف سهول قاره اسيا. مش فاهم؟ تعالى افهمك. قال لك ان ما المقصود الاول بالسهول؟ بكل بساطه كده ان السهول دي نوعين. عندي سهول فيضيه وعندي سهول ساحليه. طب يا عم انا عايز افهم، حقي افهم. قال لك يعني ايه سهول فيضيه ويعني ايه سهول ساحليه؟ قال لك ان السهول الفيضيه دي اللي كونتها لي الانهار، اما السهول الساحليه دي اللي كونتها لي البحار. طب يا عم تمام. قال لك السهول الفيضيه دي اللي عملتها الانهار، يعني معنى ذلك دي السهول الصالحه للزراعه. طب يا عم جميل. ايه السهول دي؟ اول سهول سهول سيبيريا، بيجري فيها 3 انهار، اوب وينسي ولينا. خلي بالك امشي كده، اوب ينسي لينا. المنبع من الجنوب، المصب الشمال. تاني سهول سيبيريا بيجري فيها 3 انهار، اوب وينسي ولينا. المنبع من الجنوب، المصب في الشمال. طب يا عم تمام. قال لك ولكن هي مش موجوده في الشمال. قال لك يعني موجوده عند الدائره القطبيه الشماليه بالظبط كده. فيجي لك سؤال في الامتحان، تفقد أهميتها الاقتصادية شتاء. ليه يا عم؟ قال لك إن الأنهار دي بتتجمد، الأنهار بتتجمد فبالتالي ما بنعرفش نزرع. يبقى عندي أول نوع من السهول عندي سهول سيبيريا بيجري فيها 3 أنهار، أوب وينسي ولينا. المنبع من الجنوب، المصب الشمال. ولكن تفقد أهميتها الاقتصادية أو القيمة الاقتصادية فين؟ في فصل الايه؟ الشتاء. طب حلو الكلام. تعالى بقى نشوف برضو نوع تاني او مكان تاني من السهول الفيضيه. قال لك عندي تاني نوع، عندي سهول منشوريا وسهل شرق الصين. يبقى انا عندي سهل ايه؟ منشوريا وسهل شرق الصين. سهل شرق الصين ده بيجري فيه نهر مهم جدا اسمه نهر اليانجتسي. وعندي خلي بالك سهل منشوريا. يبقى السهول الفيضيه عندي سهول سيبيريا، سهل منشوريا، سهل شرق الصين. اللي بيجري فيه نهر ايه؟ قال لك اللي بيجري فيه نهر اليانجتسي. وخلي بالك عندي نهر الجانج هنا في الهند، وعندي نهر السند في الهند برضه. بس خلي بالك نهر السند بيصب في الخليج العربي، اما نهر الجانج بيصب في خليج البنغال. خلي بالك من الحاجات دي. طب تمام. تعالى نعرف برضو السهول الساحليه. ايه هي السهول الساحليه؟ السهول اللي عملتها البحار. قال لك زي سهول ايه؟ قال لك عندنا زي سهول المحيط القطبي الشمالي، وسهول المحيط الهادي، وسهول المحيط الهندي. خلي بالك يبقى دي اللي عملتها الايه؟ البحار والمحيطات. تعالى بقى نشوف المذكره بتاعتنا بتقول ايه. اهو قال لك عندي سهول ساحليه وعندي سهول فيضيه. السهول الساحليه تمتد من حيث سواحل البحار والمحيطات اللي بتحيط قاره اسيا. وعندي سهول متفرقه داخل اسيا زي سهل بحر قزوين. مش فاهم؟ عندي سهول متصله وعندي سهول متفرقه اللي هي السهول الساحليه. بحر قزوين ده بحر مالح عنده سهول، بس خلي بالك ده ايه؟ متفرق مش متصل بالعالم الخارجي. اما السهول المتصله اللي محاوطه قاره اسيا. طب تمام. تعالى نتكلم عن السهول الفيضيه. السهول الفيضيه احنا قلنا سهول شماليه شرقيه. السهول الشماليه سهول سيبيريا اللي بيجري فيها انهار اوب وينسي ولينا، بتنبع من الجنوب تصب في المحيط القطبي الشمالي. يعني يقصد يقول لك تصب في الشمال، ولكن تفقد اهميتها الاقتصاديه. خلي بالك بقى شتاء. طب حلو الكلام. السهول الشرقيه اللي هي السهول الفيضيه اللي عملتها الانهار، عندي سهل منشوريا، عندي سهل شرق الصين يجري بيها العديد من الانهار واهمها نهر الايه؟ اليانجتسي. عندي سهول انهار اخرى زي نهر دجله والفرات. طب ده موجود فين؟ قال لك موجود في العراق. طب يا عم يعني موجود فين؟ ممكن يرخم عليا، هقول له في شبه الجزيره العربيه.
قال لك وعندي نهر السند اللي بيصب في البحر العربي بالمحيط الاطلنطي، ونهر السند ده موجود فين يا محمد؟ قال لك موجود في الهند. يبقى دي السهول الساحليه، السهول الفيضيه، الجبال قال لك عندنا، والهضاب. اتمنى ما يكونش فيها مشكله. طب تمام، تعال نتكلم عن تضاريس قاره اسيا. تعال برضو نتكلم عن الجبال. اول معلومه عن قاره افريقيا معلش، ان تضاريس قاره افريقيا بيقول لك كده يسود المظهر الهضبي في قاره افريقيا. يعني ايه الكلام ده؟ تعال افهمك. يعني هو يقصد يقول لحضرتك بكل بساطه ان منظر افريقيا من على الخريطه او من فوق لو انت راكب طياره كانها زي منظر هضبه. طب ليه؟ هنقول له بسبب كثره الهضاب. يبقى بسبب كثره الايه؟ الهضاب. حلو الكلام، يبقى بسبب كثره الهضاب. طب تعالى نشوف قاره افريقيا التضاريس بتاعتها بتقول ايه. اول حاجه الهضاب، عندي هضبه اثيوبيا، وعندي هضبه البحيرات الاستوائيه، وعندي هضبه جنوب افريقيا. مش بس كده، يبقى تاني قال لك عندنا هضبه، قال لك عندنا شمال افريقيا موجوده فين؟ قال لك موجوده في شمال القاره. عندي هضبه اثيوبيا قال لك موجوده في شرق القاره. عندي هضبه البحيرات الاستوائيه موجوده في وسط القاره. عندي هضبه جنوب افريقيا موجوده في جنوب القاره. ولكن في هضبه هنا صغيره كلنا بننساها اسمها هضبه الشطوط. يبقى خلي بالك بقى، يبقى عندنا هضبه معينه اسمها هضبه الايه؟ الشطوط. يبقى عشان كده بيقول لك يسود المظهر الهضبي لقاره افريقيا. ايوه ليه؟ علشان قال لك بسبب انتشار او كثره الهضاب داخل القاره. اول حاجه هضبه الشطوط، هضبه شمال افريقيا دي اكبر الهضاب، هضبه اثيوبيا بحيرات استوائيه، وكمان جنوب افريقيا. طب يا عم دي الهضاب، تعالى نعرف الجبال. قال لك تعالى نعرف الجبال. اول حاجه جبال، عندي جبال اطلس في شمال غرب القاره. خلي بالك جبال اطلس دي ممتده في ثلاث دول. قال لك عندك المغرب، عندك الجزائر، وعندك كمان تونس. يبقى خلي بالك جبال اطلس عندك في المغرب والجزائر وتونس، وعندي منها نوعين، عندي اطلس التل واطلس الصحراء. وخلي بالك اطلس التل دي في الشمال واطلس الصحراء دي في الجنوب. وعندي كمان جبال البحر الاحمر موجوده فين؟ قال لك موجوده في شرق قاره افريقيا. يبقى خلي بالك ان هي موجوده برضو في شرق قاره افريقيا. بتمر برضو بكام دوله؟ اول دوله مصر، تاني دوله السودان، طب تالت دوله اريتريا. طب حلو الكلام. عندي برضو جبلين، عندي هنا جبل اسمه جبل كينيا. طب يا عم جميل. وعندي جبل هنا برضو اسمه جبل كليمنجارو. يبقى انا عندي جبل هنا فوق كينيا وكليمنجارو. وعندي كمان جبال دجرانسبرج دي موجوده في جنوب القاره. يبقى الجبال عندي جبال اطلس شمال غرب القاره موجوده في ثلاث دول، المغرب والجزائر وتونس. عندي نوعين من اطلس، عندي اطلس التل، عندي اطلس الصحراء. عندي جبال البحر الاحمر موجوده في شرق قاره افريقيا، بتمر بثلاث دول مصر والسودان واريتريا. وعندي كمان نوعين من الجبال، جبال كينيا وكليمنجارو. وعندي اخر حاجه جبال دجرانسبرج. طب يا عم دي الجبال فيها مشكله؟ لا. طب تعالى يا عم نتكلم تاني، تعالى نعرف السهول. قال لك عندي برضو سهول مين؟ فيضيه وسهول ساحليه. افكرك بيها تاني، السهول الفيضيه دي اللي عملتها الانهار، هقولها لك. وعندي برضو السهول الساحليه دي اللي عملتها البحار. عندي السهول الساحليه فين؟ قال لك عندنا سهول البحر المتوسط، قال لك سهول المحيط الاطلنطي، عندي سهول المحيط الهندي والبحر الاحمر. دي كلها سهول ساحليه. ولكن نقف بقى هنا، قال لك تضيق السهول الساحليه للبحر الاحمر. انت عارف يعني ايه اصلا سهل ساحلي؟ يعني يقصد يقول لك الشط، يقصد يقول لك ان شط البحر الاحمر عندنا الناس اللي بتروح ده بيقول لك الشط صغير او الشط ضيق. اقول لك ليه؟ عشان ده السؤال هيجي في الامتحان. هنقول له بكل بساطه بسبب هنقول له كده بسبب اقتراب حافات الجبال. قال لك عندنا جبال البحر الايه؟ جبال البحر الاحمر.
يعني يقصد يقول لك اي مره يقول لحضرتك فيها، اي مره يقول لي فيها ضيق سهول ساحليه، هرد عليه بكل بساطه بسبب اقتراب الجبال او بسبب اقتراب المرتفعات لو هنتكلم عن السهول الساحليه. طب يا عم تمام، تعالى نتكلم عن باقي السهول. عندي السهول الفيضيه. السهول الفيضيه دي اللي عملتها الانهار، زي سهل نهر النيل، مش بس كده، وعندي كمان سهل نهر الزنبيزي والاورنج واللمبوب، وكل دي سهول انهار لازم تعرفها. سهل نهر النيجر، نهر السنغال، نهر الكونغو، خلي بالك من الحاجات دي. خلي بالك نهر النيجر المنبع من الشمال، المصب في الجنوب. نهر السنغال برضو بيصب في المحيط الهندي، كذلك برضو نهر الكونغو، بس خلي بالك مصب نهر النيل في البحر المتوسط. تعال نشوف تضاريس قارة افريقيا بتقول ايه عندنا في المذكرة. اول معلومة، اقصى شمال غرب القارة عندنا جبال اطلس، واحنا قلنا عندنا نوعين منها، اطلس التل، اطلس الصحراء، موجودة في 3 دول، المغرب والجزائر وتونس. وسطها هضبة الشطوط. عند الجبال شمال شرق القارة، شمال شرق القارة في الشرق جبال البحر الأحمر بتمتد في 3 دول، مصر والسودان إريتريا. شرق القارة جبال كينيا كليمنجارو. أقصى الجنوب دجرنسبرج. يسود المظهر الهضبي لسطح قارة أفريقيا بسبب تشغل الهضاب مساحات واسعة من قارة أفريقيا، إن أفريقيا عندها هضاب ياما. يبقى يجي لي سؤال في الامتحان، يسود المظهر الهضبي لسطح قارة أفريقيا، صح ولا غلط؟ أيوه صح، بسبب إن تشغل الهضاب معظم مساحة، قال لك عندنا مساحة قارة أفريقيا. طب تمام، تعالى نتكلم عن الهضاب. شمال افريقيا هضبة الصحراء الكبرى او عادي افريقيا الشماليه، الاثنين صح. يوجد بها هضبة الصحراء الشرقيه وهضبة الصحراء الغربيه. يبقى عندنا هضبة الصحراء الكبرى او هضبة افريقيا الشماليه، الاثنين صح. قال لك يوجد بها هضبة، قال لك عندنا عليها هضبتي الصحراء الشرقيه والغربيه. عندي جنوب افريقيا هضبة جنوب افريقيا، يجري فيها نهرين الاورنج واللمبوبو. وسط القارة البحيرات الاستوائية، وخلي بالك دي ليها أهمية اقتصادية، اللي هي منبع نهر النيل. يبقى خلي بالك ليها أهمية اقتصادية عشان ده المكان اللي بتيجي منه مية النيل العذبة. وعندي كمان شرق أفريقيا زي هضبة الحبشة أو أثيوبيا، وبرضه خلي بالك هي منبع نهر النيل. طب جميل جدا. قال لك عندنا بكل بساطة السهول الساحلية تمتد على طول سواحل البحار أحمر أو متوسط أو المحيطات هندي وأطلنطي التي تحيط بقارة أفريقيا، وتتميز أهو بالضيق. طب ليه ضيقة؟ بسبب اقتراب حافات الجبال والهضاب. حلو كلام. وتتسع عند مصبات الأنهار، يعني عند مصب النهر بتكون واسعة عشان ما يكونش فيه ولا جبال ولا هضاب. طب يا عم تمام، تعالى نتكلم عن السهول الفيضية زي ما قلت لك فوق. عندي سهل نهر النيل موجود في مصر والسودان، نهر النيجر بيصب في خليج غينيا، نهر الكونغو بيصب في المحيط الأطلنطي. عندي السهول الصحراوية، السهول الصحراوية اللي هي ايه يا مستر محمد؟ الكثبان الرملية. طب عندي زي ايه؟ زي بحر الرمال العظيم موجود في مصر، وسهل كالينشو في ليبيا. يبقى اي مره يكلمك عن السهول الصحراويه موجوده دايما في افريقيا، لما عندي بحر الرمال العظيم ده موجود في مصر، وعندي سهل كالينشو موجود فين؟ قال لك موجود في دوله ليبيا. جميل جدا. قال لك ما المقصود بحوض النهر؟ هي الارض التي تجري فيها مياه النهر. دي كده تضاريس قاره افريقيا. تعال نتكلم على تضاريس قارة أوروبا، ويلا بينا بقى نتكلم على تضاريس قارة أوروبا. قارة أوروبا هي القارة العجوز. طب حلو الكلام. قال لك تعالى نعرف الجبال والهضاب والسهول بتاعتها. أول حاجة هنبتدي بالهضاب. هم هضبتين، عندي هضبة الميزيتا في دولة أسبانيا. طب يا عم جميل. وعندي هضبة فرنسا الوسطى. يبقى لو هنتكلم على الهضاب، هضبة الميزيتا وهضبة فرنسا الوسطى. طب حلو الكلام. تعال نتكلم عن الجبال. عندي جبال الأورال في الشمال الشرقي، وعندي جبال الألب اللي موجودة هنا، وليها اسم كمان جبال الألب الدينارية في شبه جزيرة البلقان. تعال نعرف من الجدول مع بعض. قال لك تتميز جبال أوروبا بارتفاعها ويغطى قممها الجليد شتاء. طب تمام. قال لك طب حلو الكلام. ويجري بها العديد من الانهار زي نهر الراين ونهر الدانوب، وهعرفك دلوقتي مصب كل نهر فين.
قال لك اول ما نتكلم حاجه الجبال قال لك عندي سلاسل جبال الألب. خلي بالك دي موجوده في وسط اوروبا، بتمتد من الغرب للشرق. خلي بالك جبال الألب بتمتد من الغرب للشرق، وبتختلف مسمياتها من دوله لتانيه. يعني انا عندي اسمها جبال البرانس بين دوله اسبانيا وبين دوله فرنسا، وعندنا اسم تاني ليها جبال الألب الديناريه في شبه جزيره البلقان. طب تمام، تعالى نتكلم عن الهضاب. برضو الهضاب في وسط اوروبا، ولكن بتمتد من الشرق الى الغرب. خلي بالك من الحاجات دي. الجبال من غرب لشرق، اما الهضاب من شرق لغرب. وعندي هضبتين، هضبة الميزيتا موجودة في دولة اسبانيا، هضبة فرنسا الوسطى موجودة، قال لك عندنا موجودة طبعا في دولة فرنسا وبيقطعها نهر السين. تعال نتكلم عن السهول الساحلية. قال لك تتميز باتساعها وتعرجها. احنا اتفقنا من الدرس اللي فات ان السهول الساحلية بتاعت قارة اوروبا متعرجة، فادى ذلك لسهولة انشاء المواني. يبقى تتميز باتساعها وتعرجها من مساعد على انشاء المواني. تمتد من المحيط الاطلنطي والبحر البلطي وبحر الشمال لحد البحر المتوسط. ثم عندنا السهول الفيضية، دي اللي عملتها ايه؟ دي اللي عملتها لي الانهار، زي السهل الاوروبي العظيم بيمتد من الغرب الى حتى الشرق. طب خلي بالك السهول الفيضية زي السهل الاوروبي العظيم، سهول فيضية اللي عملتها الانهار، يعني معنى ذلك ان هي صالحة للزراعة. يمتد من المحيط الاطلنطي حتى جبال اورال، وبيعدي على مدن اوروبيه رئيسيه زي مدينه باريس في فرنسا ومدينه برلين في المانيا، وبيتكون معظمه من رواسب طينيه وتربه خصبه. وطالما احنا قلنا تربه خصبه يعني صالحه للزراعه. طب تعالى بقى نتكلم عن الانهار وركز فيها بالله عليك. اول نهر الفولجا. اطول انهار اوروبا. طب حلو الكلام. وبيصب في بحر قازوين. نهر الراين بيصب في بحر الشمال. نهر الدانوب بيصب في البحر الاسود. مش شايف؟ عايز اعرف على الخريطه. تعال اعرفك، يلا بينا. اول حاجه بسم الله كده، قال لك عندي نهر مين؟ قال لك عندي نهر الراين وعندي نهر الدانوب. خلي بالك نهر الراين بيصب في بحر الشمال. خلي بالك نهر السين برضو بيصب في بحر الشمال. نهر الدانوب بيصب في البحر الاسود. عندي نهر الفولجا بيصب في بحر قزوين. يبقى خلي بالك نهر الراين والدانوب، الراين في بحر الشمال، اما نهر الدانوب بيصب في البحر الاسود، اما نهر الفولجا لك موجود في بحر قزوين. طب تعالى نتكلم كده شويه عن الانهار فوق. قال لك لو قال لك اطول انهار العالم هنقول له نهر مين؟ النيل. خلي بالك. اما لو قال لي اطول انهار اوروبا هقول له نهر الفولجا. خلي بالك من الحاجات دي بالله عليك. طب تمام، دي كده الانهار. حلو الكلام، جميل جدا كده. يبقى احنا كده خلصنا الجزء الاول، عرفنا يعني ايه شكل ارض، يعني ايه تضاريس، يعني ايه جبال هضاب. طب جبال قاره اسيا ايه؟ جبال قاره افريقيا وكذلك اوروبا. وعرفنا الهضاب وعرفنا اهم اسئله بما تفسر. يا رب ما كنتش طولت عليك في الجزء الاول، ويلا بينا نخش على الجزء الثاني. خد لك استراحه كده وما تكسلش عن الجزء الثاني. كان معاك مستر محمد علاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.